السلام عليكم. في مدينة صغيرة وهادية كان في راجل شكله عادي بيعيش حياة بسيطة وبيتعامل مع الناس كأنه راجل طيب وبريء، لكن محدش كان يعرف إن ورا باب بيته كان في أسرار تقشعر لها الأبدان، أسرار هتخلي أي حد يعيد التفكير في معنى الإنسانية. مين هو الشخص ده؟ وإزاي قدر يخبي أفعاله المرعبة كل السنين دي؟ القصة اللي جاية مش لأي حد، لأننا هندخل لعالم مظلم. أنا أحمد فاروق ودي معلومة تحيرك، ويلا بينا نبدأ الرحلة. في بلدة صغيرة اسمها بلينفيلد بولاية ويسكونسن سنة 1906 اتولد طفل ما كانش حد متخيل إن اسمه يبقى مرادف للرعب بعد كده. بيته كان مزرعة معزولة بعيد عن الناس وسط أراضي واسعة وسكون مرعب. أبوه جورج كان مدمن كحول وعصبي بيصرخ طول الوقت من غير سبب، لكن أمه أوجستا كانت حاجة تانية تماما. ست متدينة بس مش التدين اللي نعرفه، كانت بتقنعه إن العالم مليان مخاطر وإن كل النساء ما عدا هي فاسدات ومصدر كل شر. كانت بتكره المجتمع وبتمنع أولادها من أي تواصل مع الناس. إيد وأخوه هنري عاشوا طفولة كلها خوف، مفيش لعب ومفيش صحاب ومفيش ضحك، في بس أوامر وصوت أم بتزرع فيهم كره العالم. كانت تقعد كل يوم تقرأ لهم من الإنجيل عن الغضب والعقاب وتقرر إن الخطيئة حوالينا في كل مكان. وإيد كان بيسمع ويصدق، ومع الوقت بدأت البذرة تتزرع، بذرة العزلة والوساوس والخوف من النساء والولع بالموت. بعد سنين من العزلة مات الأب بسبب الكحول، وبعدها بفترة قصيرة حصل حريق، المزرعة ولعت والشرطة لقت جثة أخوه في مكان بعيد مفهوش نار. إيد قال إنه حاول ينقذه لكن محدش صدق القصة دي، ورغم كده القضية اتقفلت لأن إيد كان معروف في البلدة بالهدوء والبراءة. بقى يعيش لوحده مع أمه لحد ما هي كمان ماتت، وبعد ما ماتت حصل شيء غريب جدا. إيد قفل أوضتها بالمفتاح، ما كانش بيدخلها أبدا، كانت بالنسبة له مكان مقدس، والبيت كله من بعدها بدأ ينهار. بقى يعيش في الفوضى وياكل أكل معفن ويحتفظ بجثث حيوانات ويتردد على المقابر بالليل. الناس كانت شايفاه مجرد راجل غريب الأطوار بيضحك بهدوء وبيساعد الجيران. لكن في حاجات غامضة بدأت تحصل في البلدة، ناس بتختفي فجأة وقبور بتتسرق أجسام الأموات اللي فيها. الشرطة ما كانش شاكة في إيد في الأول، كان راجل انطوائي غريب شوية بس معروف إنه وديع وما بيأذيش حد. لكن في يوم من الأيام وبالتحديد 16 نوفمبر 1957 البلدة الصغيرة دي اتقلبت رأسا على عقب لما اختفت بيرنس ووردن صاحبة محل الأدوات في المدينة من غير أي أثر. ابنها رجع المحل آخر اليوم لقى الباب مفتوح والكاشير فاضي، لكن اللي شد انتباهه كان آخر فاتورة مكتوبة في دفتر البيع اسم العميل إدغين. ومن اللحظة دي كل الشكوك اتجمعت في اتجاه واحد. الشرطة اتحركت فورا وراحت تفتش بيته اللي على أطراف البلدة، ولما دخلوا كان أول شيء يشوفوه هو جثة بيرنس متعلقة رأسا على العقب، متقطعة بالطريقة اللي بيتقطع بيها الصيد. المشهد ده بس كان كافي يخليهم يعرفوا إنهم مش قدام جريمة قتل عادية، لكن اللي جاي كان أفظع من كده بكتير. وهما بيكملوا التفتيش لقوا البيت أشبه بمتحف رعب، كراسي متغطية بجلد بشري وطاسات معمولة من جماجم وأقنعة متعلقة على الحيطان معمولة من وجوه الضحايا. الضباط وقفوا مذهولين مش مصدقين إن ده شغل إنسان، وفي اللحظة دي العالم كله بدأ يسمع لأول مرة عن إدغين. بعد التحقيقات الطويلة ما كانش فيه شك إن إيد مش مجرم عادي. الأطباء النفسيين قالوا إنه عنده اضطراب ذهني حاد، وإنه كان عايش بين عالمين، عالم الواقع وعالم الخيال اللي صنعه بنفسه. المحكمة حكمت عليه بعدم الأهلية للمحاكمة واتنقل لمصلحة مدنس العقلية، وهناك عاش باقي عمره في صمت. الناس كانت بتتكلم عنه كأنه كابوس، لكن إيد نفسه كان عايش أيامه عادي، بيرسم ويزرع ويضحك أحيانا كأن اللي عمله عمره ما حصل. وفي سنة 1984 مات إيد عن عمر 77 سنة، بس موته ما نهاش القصة، بالعكس كانت البداية الحقيقية لأسطورته. من بعده اتكتبت عنه كتب واتعملت عنه أفلام، اتحول من مجرد قاتل مضطرب لرمز مرعب ألهم شخصيات سينمائية زي نورمان بيتس وليزر فيس وبافالو بيل.
لكن السؤال اللي لسه محدش عارف يجاوبه، هل إدغن كان شر مطلق ولا كان مجرد ضحية لعقل فقد قدرته على التمييز بين الحب والرعب؟ وعشان كل حاجة حواليك ورا حكاية، ما تنساش تدوس سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان توصلك الحكاية الجاية. كان معاكم أحمد فاروق، ودي كانت معلومة حية.